السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الستات والبنات، النهاردة الكلام لينا موضوع حريمي صرف. كنت قاعدة مع مجموعة من صحباتي من أيام، والكلام جاب بعضه لحد ما جت سيرة فرح الأمير حسين ابن الملك عبد الله ملك الأردن. وما شاء الله لقيت الستات عندهم معلومات عن الموضوع من طقطق لسلام عليكم، كل التفاصيل بتاعة الفرح ومين حضر ومين لابس ايه وايه الفقرات ومين قال ايه. حاجة ما شاء الله، يعني متابعة رهيبة. طبعا انا تابعت الفرح، يعني انا برضو زيكم كده من الناس المتابعة اللي بتحب سيرة الملوك وافراحهم والامراء. ساعتها بقى احنا بنرجع اطفال مبسوطين وفرحانين بالحواديت الجميلة اللي احنا بنشوفها. أنا فاكرة قوي أيام فرح الأميرة ديانا وأنا بتابع لبس الأميرة، العربية اللي هي راكباها عربية سندريلا، الديل الطويل بتاع الفستان، كل التفاصيل دي كلنا بنبقى حابينها ومتابعينها. لكن أكتر حد لفت نظري في فرح الأمير حسين، وأكيد لفتت نظركم كلكم، هي نجمة الحفلة، هي البطلة اللي الكل جنبها كومبارس، الملكة رانيا بلا منازع. شفنا ازاي شياكة ورقة وبساطة وتواضع الأميرة رانيا. حد يقول لي يا ستي ما في ناس بيدربوها، في ناس بيختاروا لها اللبس بيعلموها. أيوة طبعا، كل الرؤساء والملوك وكل المسؤولين بيبقى في ناس بتعلمهم تقول ايه عشان توصل لقلب شعبك، تلبس ايه، كل الحاجات دي طبعا احنا عارفينها. لكن بصراحة يعني هي كانت تلميذة نجيبة. بنشوف ناس كتير بالرغم ان لهم مستشارين بيلبسوا وحش، بنشوف ناس لما يتكلموا ما يوصلوش لقلبك. لا، هي دي عملت الحاجات دي كما يجب ان يكون. ست كلامها اتكلم مع الشعب الأردني، حسين ابنكم ده فرحكم كلكم. لما بتكلم حتى عن ابنها بتكلم بتقول ايه بقى؟ هي بتتكلم عن جده الملك حسين، ازاي وهو بيموت بتقول له ان انا هربي حسين زي ما انت عايز. وبتتكلم على ابنها ان هو فارس وجندي واخلاقه. يعني الست مش بس بتقدم نفسها كملكة يعني لأسرة ملكية متواضعة وجميلة وجزء من الشعب، لا دي بتمهد لملك ابنها كمان. تقول ده ابني ده الملك الشاب اللي هيجي بعد كده متربي تربية عربية أصيلة زي جده وزي أبوه. حقيقة ست جميلة جدا. لفت نظري برضو بالرغم ان انا متأكدة انها ست مسيطرة ليها مكانة كبيرة عند زوجها وعند أولادها، واكيد كلنا تابعنا ازاي لما الشنطه بتاعتها وقعت العريس نفسه واخواته وطوا كلهم يجيبوا الشنطه، فتحس انها ام ليها احترامها وليها مكانتها في اسرتها. لكن السيطره اهني بقى يا جماعه، اللي هي ايه اللي بيقولوا عليها القوه الناعمه. القوه الناعمه، الست مسيطره من غير بقى يعني غلاسة بقى وسيطرة يعني شخصية قوية. لا 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 لا، هي فرضة نفسها برقتها وبذوقها وبذكائها. لازم كلنا يا جماعة نتعلم منها فرصة. احنا شفنا نموذج بقى للملكة، كل واحدة فينا ممكن تكون ملكة في مكانها، ملكة في بيتها، بنوتة الجميلة ملكة في شغلها، اللبس الجميل، الشياكة المناسب، الحاجة الرقيقة، التعامل مع الناس بذوق. مهما كنت أنا بقى ليا مكانتي، أنا حد ليه وضعه، لكن أنا بتعامل مع الناس ببساطة بتواضع، لأن بيقولوا ما خرج من القلب وقع في القلب، ومن تواضع لله رفعه. فيعني بصراحة يعني أسبوعين من المتابعة الممتعة المفيدة اللي كلنا اتبسطنا منها. يا ريت يا جماعة اللي وصل لحد دلوقتي معانا يكون عمل لايك وسبسكرايب للقناة وشوف تعليقاتكم علشان تشجعونا على الاستمرار. سعيدة جدا بيكم، وإن شاء الله أوعدكم بلقاء تاني نستمتع بيه ونستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.